مرحباً، أنا معاك من أسترو مصر، قناة بنحاول فيها نفهم الأبراج مش من زاوية الصفات الجاهزة، لكن من زاوية نفسية أعمق، زاوية إنسانية. بنحاول نشوف الإنسان اللي ورا البرج، التفكير اللي بيشغله، القلق اللي بيخبيه، والمعايير اللي بيحاسب نفسه عليها بصمت. النهاردة هنتكلم عن برج العذراء، وأنا عارف إن كتير مننا لما يسمع اسم العذراء أول حاجة بتيجي في دماغه نائد، متطلب، بيدقق في كل حاجة، ما بيرتاحش بسهولة. بس الحقيقة أعمق من كده بكتير. برج العذراء مش برج بارد زي ما الناس بتتصور، ولا هو إنسان بينتقد الناس علشان يحسسهم إنهم أقل منه. العذراء إنسان بيحلل علشان يطمن، بيدقق علشان ما يغلطش، وبيجلد نفسه أكتر بكتير مما بينتقد أي حد تاني. وده اللي هنحاول نفهمه سوا النهاردة. خلينا نبدأ من نقطة أساسية: الشخصية النفسية العميقة لبرج العذراء. برج العذراء مش مجرد شخص منظم أو دقيق، ده إنسان عقله ما بيوقفش عن التفكير. نفسيته مبنية على فكرة واحدة بسيطة لكن مرهقة: لازم كل حاجة تكون صح، مش علشان هو متطلب، لكن علشان هو خايف من الغلط، خايف من الفشل، خايف من إنه يكون السبب في مشكلة. العذراء بيشوف العالم من خلال عدسة تحليلية: إيه اللي ممكن يتحسن؟ إيه اللي لسه ناقص؟ إيه اللي ممكن يتعمل أحسن؟ وده مش عيب، ده موهبة. لكن المشكلة إن العدسة دي لما بتتوجه لنفسه بتبقى قاسية جدا. العذراء بيشوف كل تفصيلة صغيرة في نفسه، كل غلطة، كل نقص، كل حاجة كان ممكن يعملها أحسن. ولو حس إنه قصر بينهار من جوه بهدوء، مش بيزعق، مش بيشتكي، مش بيلوم الناس، بس بيقسى على نفسه، بيفكر، بيحلل، بيراجع كل خطوة. وده اللي بيخلي ناس كتير تفتكر إنه بارد، لكن الحقيقة إن العذراء مش بارد، هو بس بيعيش في عقله أكتر ما بيعيش في قلبه. طيب ليه الناس بتفتكر إن العذراء ناقد دايماً؟ خلينا نوقف شوية عند نقطة دقيقة. لماذا يبدو العذراء ناقداً دائماً؟ لأن العذراء بيلاحظ كل حاجة، مش بس بيشوف، بيحلل، بيفكر، بيقارن، بيقيم. عقله بيشتغل بطريقة تلقائية: إيه اللي صح؟ إيه اللي غلط؟ إيه اللي ممكن يتحسن؟ وده مش نقد بالمعنى السلبي، ده تفكير تحليلي. لكن المشكلة إن الناس بتاخد ده على إنه هجوم. لما العذراء يقول الحاجة دي ممكن تتعمل بطريقة أحسن، الناس بتسمع أنت غلطان. لما العذراء يلاحظ تفصيلة صغيرة، الناس بتحس إنه بيدقق عليهم. لكن الحقيقة إن العذراء مش بيدقق على الناس، ده بيدقق على الحاجات، بيدقق على الأفكار، على الخطط، على التفاصيل، وأكتر حاجة بيدقق عليها بنفسه. العذراء بيحلل نفسه بقسوة مش طبيعية، بيشوف كل عيب، كل نقص، كل غلطة. ولما ينتقد حد في الأغلب ده امتداد لطريقته في رؤية نفسه، مش علشان هو عايز يوجع حد، لكن علشان هو عايز الحاجات تكون أحسن. لكن في فرق مهم جدا لازم نفهمه: الفرق بين التحليل والقلق. عند العذراء بطبيعته محلل، بيحب يفهم الأمور، يشوف الزوايا المختلفة، يفكر في الاحتمالات، ده جزء صحي من شخصيته. لكن المشكلة إن التحليل أحياناً بيتحول لقلق، بيبدأ يفكر في كل الحاجات اللي ممكن تغلط، بيبدأ يحسب كل سيناريو سيء ممكن يحصل، بيبدأ يشك في قراراته، في اختياراته، في نفسه. والفرق بين التحليل والقلق بسيط جدا: التحليل إنك تفكر علشان تفهم وتاخد قرار أحسن، القلق إنك تفكر علشان تحمي نفسك من احتمال الغلط. والعذراء لما بيقع في القلق بيبدأ يدفع تمن نفسي غالي جدا، بيبدأ يشك في كل حاجة، بيتردد، بيضيع وقت كتير في التفكير بدل الفعل. وده مش لأنه كسلان، ده لأنه خايف يغلط. خلينا ندخل أعمق شوية: العذراء وعلاقته بالكمال والخطأ. العذراء مش بيدور على الكمال علشان يحسس الناس إنه أحسن منهم، ده بيدور على الكمال علشان يحس إنه كفاية. العذراء عنده صوت جوه دماغه بيقوله باستمرار: لازم تبقى أحسن، لازم تعمل أكتر، لازم ما تغلطش. وده صوت مرهق، صوت قاسي، صوت ما بيرحمش. العذراء بيشوف الكمال كوسيلة للأمان. لو كل حاجة كانت صح مش هيبقى فيه مشاكل، لو كل خطوة كانت محسوبة مش هيحصل فشل، لو ما غلطش مش هيخيب حد. بس المشكلة إن الكمال مستحيل، والعذراء في أعماقها عارف ده، وده بيخليه يعيش في حالة توتر دائم، لأنه عايز حاجة مش موجودة، وعارف إنها مش موجودة، لكن مش قادر يسيب فكرة إنها لازم تكون موجودة. لماذا يخاف العذراء من الغلط؟ لأن العذراء بيشوف الغلط كدليل على فشله الشخصي، مش بيشوفه كجزء طبيعي من التجربة.
بيشوفه كإثبات إنه ما كانش كفاية. لما العذراء بيغلط مش بيفكر دي تجربة وهتعلم منها، بيفكر كان المفروض أعرف، كان المفروض أتجنب ده، كان المفروض أبقى أذكى. وده بيخليه يعيش في خوف دائم من الغلط، بيخاف يجرب حاجات جديدة، بيخاف ياخد مخاطرات، بيخاف يسيب نفسه يعيش بعفوية، لأن العفوية معناها احتمال الغلط، والغلط معناه الفشل، والفشل معناه إنه مش كويس بما فيه الكفاية. خلينا نشوف العذراء تحت الضغط. العذراء تحت الضغط النفسي. لما العذراء بيتعرض للضغط بيتحول لنسخة مكثفة من نفسه، بيبدأ يفكر أكتر، يحلل أكتر، يراجع كل حاجة أكتر، بيحاول يسيطر على كل التفاصيل، مش علشان هو متسلط، لكن علشان السيطرة بتحسسه بالأمان. لو كل حاجة تحت السيطرة مش هيحصل مفاجآت، لو كل حاجة منظمة مش هتحصل فوضى. لكن المشكلة إن الحياة مش قابلة للسيطرة الكاملة، وكل ما العذراء يحاول يسيطر أكتر كل ما يحس إن الأمور بتفلت منه أكتر، وساعتها بيبدأ القلق، بيبدأ الخوف، بيبدأ الإحساس بالعجز. والعذراء تحت الضغط بيبدأ ينسحب، بيبدأ يقفل على نفسه، بيبدأ يراجع كل حاجة في دماغه، بيبدأ يحاسب نفسه. كيف يتحول التفكير إلى جلد ذات؟ العذراء عنده قدرة رهيبة على التفكير التحليلي، لكن للأسف نفس القدرة دي بتتحول ضده لما يبدأ يفكر في نفسه. بيبدأ يحلل كل تصرف، كل كلمة، كل قرار، ويبدأ يشوف العيوب. كان المفروض أقول كده، كان المفروض أتصرف بشكل تاني، كان المفروض أفكر أكتر. وده مش مراجعة صحية، ده جلد ذات. العذراء بيحاسب نفسه بقسوة مش طبيعية، بيشوف كل غلطة صغيرة وكأنها كارثة، بيفتكر كل موقف محرج عاد عليه من سنين، بيعيد تشغيل المواقف في دماغه ويتخيل إزاي كان ممكن يتصرف أحسن. وده بيتعبه نفسياً بشكل رهيب، لأنه عايش في دايرة مغلقة، بيفكر، بيحاسب نفسه، بيحس بالذنب، بيفكر أكتر. ومحدش بيشوف ده من بره، محدش بيعرف إن العذراء بيعذب نفسه بالشكل ده. خلينا نشوف العذراء في الحب. العذراء في الحب الاهتمام بدل الكلام. العذراء في الحب مش من النوع اللي بيقول كلام رومانسي كتير، مش من النوع اللي بيعبر بطريقة درامية، لكن ده مش معناه إنه ما بيحبش. العذراء بيحب بطريقة عملية، بيحب من خلال الأفعال، من خلال التفاصيل، من خلال الاهتمام الصامت. بيلاحظ لما الشخص اللي بيحبه تعبان، بيلاحظ لما محتاج حاجة، بيلاحظ التفاصيل الصغيرة اللي الناس بتتجاهلها، وبيتصرف، بيساعد، بيدعم، بيحاول يحل المشاكل. بس المشكلة إن ده مش دايماً واضح. الناس بتستنى كلام، بتستنى تعبير مباشر، بتستنى رومانسية، والعذراء بيدي حب عملي. وأحياناً الناس ما بتلاحظش لماذا يصعب على العذراء التعبير عن مشاعره، لأن العذراء بيعيش في عقله أكتر من قلبه، مش علشان ما عندوش مشاعر، لكن علشان المشاعر بالنسبة له وهم حاجة معقدة، حاجة صعب يحللها، حاجة مش واضحة. العذراء بيحب الوضوح، بيحب المنطق، بيحب الحاجات اللي يقدر يفهمها ويحللها. لكن المشاعر فوضوية، متناقضة، مش قابلة للتحليل المنطقي الكامل. وده بيخوف العذراء، بيخاف يقول حاجة ويطلع غلطان، بيخاف يعبر ويتفهم غلط، بيخاف يفتح قلبه ويلاقي إن الشخص التاني مش فاهمه. فبيختار الصمت، بيختار الأفعال، بيختار إنه يوري حبه من غير ما يقوله. طيب إيه الخوف الحقيقي اللي جوه العذراء؟ خوف العذراء الحقيقي غير المعلن. العذراء مش خايف من الفشل بس، ده خايف من إنه يكون مش كفاية، خايف يبذل كل اللي عنده ويطلع مش كافي، خايف يحاول بكل قوته ويفشل، خايف يدي أحسن ما عنده ومحدش يقدر ده. العذراء خايف من اللحظة اللي هيكتشف فيها إن مهما عمل مش هيوصل للمستوى اللي هو حطته لنفسه. خايف من الصوت الجواني اللي بيقوله شايف، قلتلك إنك مش كفاية. ده الخوف الحقيقي، مش الفشل قدام الناس، لكن الفشل قدام نفسه. ماذا يفعل العذراء عندما لا يشعر أنه كفاية؟ العذراء لما يحس إنه مش كفاية بيشتغل أكتر، بيحاول يثبت لنفسه إنه قادر، بيحاول يملى الفراغ اللي جواه بالإنجازات، بالعمل، بالإنتاجية. لكن المشكلة إن الفراغ ده مش بيتملى بالإنجاز، ده فراغ نفسي، فراغ عاطفي، فراغ محتاج تصالح مش إثبات. لكن العذراء مش بيعرف يعمل ده بسهولة، فبيفضل يشتغل، يحاول، يبذل مجهود أكتر لحد ما يتعب، لحد ما يحس بالإنهاك، وساعتها بينسحب،
العذراء والانسحاب الصامت. الانسحاب عند العذراء مش زي الانسحاب عند باقي الأبراج. العذراء ما بينسحبش بطريقة واضحة، بيفضل موجود، بيفضل بيتصرف طبيعي، بيفضل بيعمل اللي عليه، لكن بيبقى غايب من جوه، بيبقى عايش في دماغه، بيراجع، بيحلل، بيفكر، بيحاول يفهم إيه اللي حصل، إيه اللي غلط، إيه اللي كان ممكن يتعمل أحسن. والناس حواليه ما بتلاحظش، بيفتكروا إنه طبيعي، إنه زي ما هو، لكن الحقيقة إنه بعيد في عالمه الخاص، في تفكيره، في تحليله الصامت لكل حاجة. الفرق بين العذراء الناضج والعذراء القلق. العذراء القلق بيحلل كل حاجة لحد ما يشل نفسه، بيفكر لحد ما يتوه، بيخاف من الغلط لدرجة إنه ما بيعملش أي حاجة. العذراء الناضج بيحلل علشان يفهم، بيفكر علشان ياخد قرارات أحسن، لكن بيعرف إمتى يوقف التفكير ويبدأ الفعل. العذراء القلق بيشوف نفسه من خلال أخطائه. العذراء الناضج بيشوف نفسه من خلال رحلته كلها، الأخطاء، الإنجازات، التجارب، كل حاجة. الفرق كبير، والرحلة من القلق للنضج رحلة طويلة، لكنها رحلة ممكنة. لماذا يساء فهم برج العذراء دائماً؟ لأن الناس بتشوف دقته وبتفتكرها نقد، بتشوف تحليله وبتفتكره حكم، بتشوف هدوءه وبتفتكره برود. العذراء بيتساء فهمه لأن الناس بتحكم على الظاهر، ما بتشوفش القلق اللي جوه، ما بتشوفش الخوف من الغلط، ما بتشوفش جلد الذات اللي بيحصل في صمت. العذراء مش محتاج شفقة، ده محتاج فهم، محتاج حد يعرف إن وراء التحليل خوف، وراء الدقة رغبة في الأمان، وراء الصمت مشاعر عميقة مش عارف يعبر عنها. أكثر شيء يحتاجه العذراء ولا يطلبه العذراء، محتاج حد يقوله أنت كفاية، حد يقوله مش لازم تبقى مثالي علشان تكون مقبول، حد يحسسه إن أخطائه مش نهاية العالم، إن قيمته مش في إنجازاته بس. العذراء محتاج حد يشوف المجهود اللي بيبذله ويقدره، محتاج حد يفهم إنه لما بيدقق ده مش نقد، ده اهتمام. محتاج حد يسمع الصمت اللي جواه ويسأل عليه. بس العذراء نادراً بيطلب ده، بيفتكر إنه المفروض يقدر يتعامل مع كل حاجة لوحده، بيفتكر إن طلب المساعدة ضعف، فبيفضل صامت، بيفضل يحلل، يفكر، يحاسب نفسه لوحده. وفي الآخر كيف يبدأ العذراء رحلة الشفاء النفسي؟ الشفاء بالنسبة للعذراء بيبدأ لما يفهم حاجة واحدة، إن الكمال مش موجود، إن القيمة مش في عدم الوقوع في الخطأ، القيمة في القدرة على التعلم والنمو. العذراء لما يبدأ يسامح نفسه بيبدأ بيتحرر من الصوت الجواني القاسي، من المعايير المستحيلة، من الخوف الدائم من الغلط. بيبدأ يفهم إن الحياة مش امتحان، دي تجربة، وإن الأخطاء مش فشل، دي فرص للتعلم. العذراء لما بيبدأ يعامل نفسه بنفس الرحمة اللي بيعامل بيها الناس، بيبدأ يعيش، بيبدأ يحس بالراحة، بيبدأ يقبل نفسه، بيبدأ يشوف جماله الخاص. الشفاء مش معناه إن العذراء يبطل يفكر، الشفاء معناه إنه يفكر لكن بطريقة أرحم، بطريقة أكتر توازن. برج العذراء مش برج بارد، ده برج عميق بطريقة مختلفة. قوته في عقله، في تحليله، في قدرته على رؤية التفاصيل اللي الناس بتتجاهلها، قوته في إصراره على إنه يبقى أحسن حتى لو ده كلفه نفسياً، قوته في قدرته على إنه يخدم الناس اللي بيحبهم من غير ما يطلب حاجة في المقابل. العذراء إنسان استثنائي بس محتاج يفهم نفسه ويرحم نفسه ويقبل نفسه. لو أنت من مواليد برج العذراء، عايزة أسألك سؤال، إمتى آخر مرة قلت لنفسك أنا عملت كويس من غير ما تلاقي عيب أو نقص؟ شاركنا تجربتك في التعليقات. إحنا هنا في إسترو مصر، أسترو مصر، علشان نفهم مش علشان نحكم. شكراً إنك كنت معانا.